يقول هذا الأخ ماهر يقول أنا شاب كان لي من الضياع ما كان، والآن قررت التوبة والحمد لله. أقول الحمد لله الذي وفقك لهذا. يقول استطعت تجاوز مراحل كثيرة من خلال الابتعاد عن الطيش عن الكثير من الطيش الذي يغضب الله، ولكن لي بعض الملاحظات أتمنى أن ألقى توجيها عليها. يقول أنا الآن بعيد عن كل أصدقائي وليس لي بهم أي احتكاك أو اتصال، وكل ذلك من أجل ألا أعود، فما رأيكم في هذه النقطة؟ هل أظل مبتعدا أم أحاول زيارتهم؟ اللي الله يفتح له باب التوبة ثم ينطلق فيه. أقول من أساسيات الثبات على طريق التوبة والاستقامة أننا نهجر أصحاب الماضي على الأقل لفترة معينة أستطيع خلالها أبني نفسي علما وتعبدا وتقربا وإيمانا، ثم إذا أحسست من نفسي قوة في إيماني وفي عبادتي وفي صلتي بالله أذهب لزيارتهم، بشرط ألا أذهب إليهم منفردا. أذهب لزيارة أصحاب الماضي عل الله أن يهديهم، لكني أبدا لا أذهب إليهم بمفردي، فالكثرة تغلب الشجاعة. ولعلنا أوردنا قصة في شريط أحوال الغارقين عن ذاك الشاب الذي كان قد هداه الله، ثم بدأت نفسه تحدثه أن يدعو أصحابه إلى الخير الذي هو عليه، فبدأ يذهب إليهم وحيدا، فاجتمعوا عليه يذكرونه بالماضي ويذكرونه بالغدرات والفجرات حتى تمكنوا منه والعياذ بالله. لكن يذهب مع من يثق فيه وفي علمه وفي إيمانه حتى يستطيع أن يصمد أمام أصحاب الماضي. ثم كلما كان هذا الشخص الذي يرافقك غير معروف عندهم كل ما كان أحسن، لأنهم سيستحيون منه ولن يتجرؤوا عليك في مثل هذه المواقف. لكن لو ذهبت أنت مع من تعرفه أنت ويعرفونه هم، أيضا قد يتطاولون عليكم. فاحرص ألا تذهب إليهم وحيدا. ثم لا تخاطر بدينك، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا شعرت أن في ذهابك إليهم خطر على دينك فأنت لست مسؤول عن هداية البشر كلهم، فنفسك أولى أن تستقيم على الطاعة. فإذا أحسست من نفسك قوة فاستعن بالله، ثم استعن بالإخوة الصالحين حتى تدعو أولئك. ثم يقول ينتابني بعض الضعف في الوازع الديني بين الحين والآخر، فما نصيحتك؟ أقول الضعف قد يطرأ علينا حينا وحين، فالإيمان تارة بين قوة وتارة دون ذلك. لكن حتى نحفظ إيماننا لابد أن نتعاقد هذا الإيمان من حين إلى حين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق هذا الثوب الخارق، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. هذا يكون بالمحاسبة، تجديد الإيمان يكون بمحاسبة النفس من حين إلى حين. حتى أثبت لابد أن يكون عندي مسلمات وثوابت لا أتنازل عنها، لابد أن يكون مستواي على مستوى لا أقبل أن ينزل مستواي عن هذا، وإن نزل أحاول جاهدا أن أرفع مستواي إلى ما كان عليه. لا تضعف وتتأخر عن الصلوات، لا تضعف وتترك السنن الرواتب، لا تضعف وتترك أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار بعد الصلوات، لا تضعف وتترك صيام 3 أيام من كل شهر. فهذه ثوابت في مستوى الذي يريد أن يسير على طريق الاستقامة. فإذا ضعفت فاعلم أنك لم تضعف إلا بتقصيرك في الطاعة أو تجرؤك على المعصية. لابد إذا أردنا أن نحفظ الإيمان لابد أن نحفظ الإيمان بفعل الطاعة وترك المعصية. مصيبة كثير من الناس اليوم أنهم يفعلون الطاعات لكن في المقابل ما يتركون المعاصي والمنكرات. هذا يجعل الإيمان ضعيف في حياتهم، لا يجعل للإيمان أثرا واضحا في حياتهم. فكما أننا نفعل الطاعة ونتعبد الله بفعل الطاعة، فنحن كذلك نتعبد الله بترك المعاصي والمنكرات. ولن تستشعر حلاوة الإيمان إلا إذا فعلت هذا. لكن إذا أصبحت القضية مخلوطة صالحات وسيئات ذهب أثر الإيمان وحلاوته.